السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بتعملوا ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني في الحلقة ولا الجزء الثالث؟ ما بعدش، انا عدوا انتوا بقى، في جودة الحياة في السعودية. وأول حاجة هنتكلم عنها أو أنا كاتبها، يعني العنوان الترندي جدا بتاع تكلفة المعيشة في السعودية عاملة كام؟ يا جماعة تقريبا هو غالبية الناس أصلا اللي طلعت اتكلمت في الموضوع ده ذكرت إن كل مكان في المملكة ليه اسعار، ومعرفش ليه السؤال دوت بيفضل يثير انتباهك، لانه وانا عايز اسالك سؤال. طبعا انا هسال السؤال للمصريين، هم اكيد هم اللي بيسالوا عن تكلفه المعيشه في السعوديه. هو اصلا تكلفه المعيشه في القاهره زي اسكندريه زي الجيزه زي القليوبيه؟ لا طبعا. يعني انا السؤال دوت بديهي قوي حتى بالنسبه لمصر. هو السؤال ده ليه شاغل غالبيه الناس وبيعمل والله اعداد حلوه قوي على المشاهدات على الفيديوهات عند الناس، عند احمد عزت وعند عمر عزب وسيد ابو شامه والناس دي كلها. مش فاهم هو العنوان دوت هو كاتشي. يعني كان في حد قبل كده قال لي ان اصل انت عناوينك مش كاتشي والصور بتاعتك مش كاتشي. مين قال لك ان انا عايز اخلي القناه عندي تبقى كاتشي؟ انا مش عايز تبقى كاتشي، انا عايز اطلع اقول الحاجه اللي تفيد الناس. انا من القاهره وعارف جدا ان اسعار الطماطم والبصل والخيار والجزر في القليوبيه غير عندنا. ليه؟ لان القليوبيه اصلا هي منبع الزراعه او فيها نسبه كبيره جدا من الاراضي الزراعيه. اسكندريه جنب بقيه المحافظات الزراعيه، تمام، فوق. اوكي، احنا القاهره لازم تنزل لنا الحاجات من الاقاليم، من غربيه شرقيه دقهليه، كله بقى بينزل على تحت. حتى السمك هتلاقيه عندنا غالي. ليه؟ لان القاهره ما فيهاش بحر. اسكندريه السمك بيجي لنا ساعتين هوبا يلا يبقى فريش كده. فالسؤال بتاع اسعار المعيشه في المملكه، انا عايز اقول لك اسعار المعيشه في الرياض في الاحياء مختلف عن بعض. يعني مثلا انت ممكن تروح لحي ما تجيب الطماطم ال3 كيلو ب10 ريال، ولسه الموضوع ده موجود لغايه دلوقتي على فكره، عشان ما حدش يقول لي مفيش الكلام ده. لا فيه، انا بطلع اقول لك فيه. تمام، نعمل موبايل سايلنت عشان نعرف نكمل. فالمهم انت تقدر تجيب النهارده ايه 26 فبراير 2023 في الرياض في احد الاحياء، لا في احد الاحياء، في كثير من الاحياء 3 كيلو 10 الطماطم 3 كيلو ب10. تمام، فدوت في المدينه الواحده. في احياء متفرقه تلاقي الطماطم سعرها مختلف. ما تجيش تقول لي اسعار المعيشه في المملكه ايه. الاسعار دي بتتبني على نمط حياتك، اللايف ستايل بتاعك. بتاكل من الشارع، بتاكل في البيت، بتطبخ كتير، بتطبخ قليل، بتطبخ بزيت، بتطبخ بسمنه، عندك اير فراير ولا بتطبخ في الطاسه، بتقلي في الطاسه. لا شيء. فيعني يا جماعه انا مش عارف السؤال دوت يعني واخد حيز كبير. والله انا مش شايف ان هو لازم ياخد الحيز الكبير ده. تمام، انت بقى في التيبس والتريكس اسال بقى السؤال بقى الصح بقى، مش تكلفه المعيشه في السعوديه. السؤال الصح هو اعيش ازاي او اعرف اجيب الحاجات اللي انت بتقول عليها دي ازاي. ما انا هقول لك ازاي. مش سالتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. اجاوب سيادتك. تعيش ازاي بقى وتجيب الحاجات صح ازاي؟ مثلا تركن الخضار يوم الاثنين في العرض بتاع الكيلو عليه كيلو هديه مع العسيم. مثلا تستنى مثلا يوم الجمعه في لولو او يوم الخميس في لولو. العروض كل اسبوع في لولو يوم الجمعه او يوم الخميس ده، لان الهجم عليه بيبقى فظيع. تمام، في غالبيه الحاجات الخضار والحاجات دي. لو انت مثلا بتمشي على طريق مثلا زي خريص، مثلا نهاية طريق خريص عند حي مثلا يمين نسيم ويسار النهضة، بص تلاقي في ناس واقفة على الطريق، الخدمة مش الطريق نفسه. تمام، هتلاقي ناس بتبيع أرخص من الأسواق. خد كلامي واعمل منه اللي انت عايزه، وما تعملش منه اللي انت عايزه، وما تقعدش تقول هو بيدعو إليك. أنا ما بدعوش لحاجة. تمام، أنا لا بدعو ولا تصنفني، يعني وأنا بتكلم لا تصنفني ولا تقول انا بدعو. اوكي، خد اللي يعجبك زي ما انا قلت مع عمر كده. انا هعمل لكم الحلقه تبقى سوبر ماركت، انت نقي اللي منها اللي يعجبك وسيب اللي ما يعجبكش. تمام، وممكن تعلق لي على اللي ما يعجبكش يا سيدي عادي، لكن ما تقولش هو ليه يعملوا كذا. انا ما قلتش يعملوا كذا، انا بقول لك عايز تعمل اعمل، عايز ما تعملش ما تعملش. تمام، عشان في ناس حتى احمد عزت في الفيديو بتاعه بيجاوب على الناس فيقولوا له انت ليه بتجاوب اجابه دبلوماسيه؟ اما هو هيجاوب يقول لك روح اشتري الطماطم من ماركت كذا
ب9 ريال الكيلو. خلاص ارتحت كده، حلو كده، ما تبقاش يعني ما خلينا في العفويه اللي انتوا عارفيني بيها دي، فخلينا مستمرين فيها. فاسعار الحياه في المملكه تختلف حتى جوه المدينه الواحده. تمام. انا لما رحت، انا في الرياض، لما رحت مكه ورحت مخبز وبسحب كده 8 ترغيفه فينو او صامولي، فالراجل قال لي يا مدير 6 بس. قلت له كيف 6 بس؟ 8. قال لي 8 هذا انت هنا موجود؟ يعني انت مقيم هنا، يعني انت قديم معانا؟ قلت له الرياض 8 حبه بريال. قال لي لا، هنا مكه 6 ريال. سوري، هنا 6 حبه بريال. كانت المشكله. وعادي الموضوع ما فيهوش مشكله. فالاسعار من مكان لمكان بتختلف، وطبيعه حياتك انت هي اللي بتختلف. طولنا في النقطه دي، لكن ننتقل للنقطه اللي بعدها. النقطة الثانية، وهي في غالبية المجالات تم الارتقاء بتقديم الخدمة. تمام. يعني خدمات التوصيل، لو انت هتتكلم بداية من الأشخاص، طبعا غالبية تطبيقات نقل الأشخاص اقتصرت على السعوديين فقط. عشان انت مثلا كان في حد بيقول اجيب عربية قسط واشتغل عليها كريم، اوبر او كريم او غالبيه الانشطه اللي هي كانت اسمها التشاركيه، كانوا بيقولوا عليها التشاركيه في الجهات الرسميه. يعني بتاع التوصيل التشاركي بيقتصر على السعوديين. طيب لو انت بقى هتروح زي ما احمد كان بيقول مرسول او جاهز او كده، ما بنتكلمش في النقطه دي، بنتكلم في الارتقاء بنوع الخدمه. الخدمات دي بقت افضل بصراحه، وموضوع التوصيل بقى افضل بكتير جدا، ومتابعه الناس على الابلكيشنز بقت الموضوع مبهر. انا عايز اقول لك الموضوع ممكن يكون عدى السعوديه وصل لمصر. طب ازاي وصل لمصر؟ نون هو تقريبا طلع من الامارات، جه السعوديه، عمل هنا بتاع دوت بيزنس موديل كويس جدا، عمل نموذج تجاري حلو جدا، وبعد كده راح لمصر. فانا بقيت اعمل ايه؟ انا لو عايز اجيب حاجه لحد من صحابي في مصر، بقوم داخل على نون واقول له انا عايز اشتري دي، وابعتها للعنوان الفلاني. ولو حصل اي مشكله، حصلت مشكله في حاجه في مره، وقلت له روح رجع البتاع تاني. فتقريبا الإدارة ما زالت متمسكة بالجودة اللي هي بتقدمها. فالارتقاء بغالبية الأعمال هنا، ومنها مثلا التوصيل، موضوع تأجير السيارات. تأجير السيارات ما بقاش بس موضوع واقف عند تروح مثلا محل أو تروح مكان وتأجر منه. طبعا أنت عندك التوب لاين في موضوع السيارات دوت، اللي هو مش هقول أسامي، لكن أنت عندك فيه الهاي لاين كمان، قصدي مش التوب لاين، الهاي لاين. يعني المهم يعني الهاي اند يوزر، يعني اللي هم الناس اللي بتأجر مع حاجات بقى اللي هي مرسيدس مثلا، بورش مثلا، اودي، مش عارف الكلاسز اللي هي مش العادي اللي هو مثلا حد يروح يأجرها. الموضوع اختلف جدا، وتقدر عن طريق التطبيقات لشركات كتير معروفة هنا، لازم تخش على التطبيق وتنقي نوع العربية، وتنقي الساعة اللي انت تستلمها فيها، والمكان اللي انت هتستلمه منه. الميزة بقى في الموضوع ده ان انت بتعمل ايه؟ برضو بتكتب ان انت هتسيب العربية في المكان الفلاني، وبتسقط التفويض وبتسقط البتاع من على العربية مجرد ما انت تسيبها. ما تروحش تسلم العربية لحد فتقول لي ازاي يعني، امال هم هيشيكوا العربية ازاي؟ ما تقلقش، هم كده كده لو العربية فيها حاجة هم عارفين اليوم ده كانت مع مين، والشخص اللي بيستلمها بيقول ان العربيه انا لقيت فيها حاجه كذا كذا كذا. مفيش الكلام ده، لا. في عندك ان درايف دوت من الحاجات اللي كانت موجوده ولا زالت موجوده، وفي تطبيق تاني بس مش فاكر اسمه دلوقتي، بالابلكيشن انت بتروح تلاقي العربيه واقفه في الشارع. شفت السكوترات اللي الكهرباء دلوقتي موجوده بكتير جدا، انتشرت مثلا في التحليه، في السليمانيه، حوالين مدينه الامير سلطان الطبيه تقريبا، او المدينه الطبيه، بتروح تلاقيه مركون في الشارع كده. فانت عن طريق التطبيق بتفتح اللوك بتاعه وتأجر، وتكتب الساعه اللي انت تعملها، وتاخده تلف بيه في اي مكان داخل زون جغرافي معين، وبعد كده تسيبه وتفصل بالتطبيق ان انت خلاص سبت. بيتعمل كده مع العربيات. اللي جاي في ذهني دلوقتي او اللي انا فاكره ان درايف، بس التطبيق التاني بصراحه انا مش فاكر اسمه، لكن في تطبيقين تاني غير ان درايف. تمام. ممكن تبقى الناس تكتبها في التعليقات، انا ما عنديش مشكله ان انا اعمل دعايه لحد، يعني الموضوع مش قصه دعايه وبتاع كده كده. احنا لا فيش اعلانات على الفيس، ولا قصدي ولا اعلانات على اليوتيوب، ولا مدخلش فلوس من اليوتيوب يعني. المهم يعني، طيب هل الموضوع واقف عند توصيل وتأجير العربيات؟ لا، وشراء العربيات كمان. وشراء العربيات ده انا هعمل لك فيه حلقه، لان انا بقالي فتره انا وواحد صاحبي بندور على العربيه وبنعاني، وشفنا كتير جدا من التجارب اللي تستحق الكلام. يعني مش هقول لك مريبه، بس تستحق الكلام، لان الموضوع فيه تفاصيل كتيره جدا. فبس هنعدي بسرعه كده على ان تقدر تشتري عربيه عن طريق تطبيق اونلاين وانت قاعد في البيت، والعربيه تجيلك ديليفري. في
هنخليها في حلقة تانية لوحدها كاملة. المشاريع بقى التنمية والازدهار والاقتصاد والاستثمار وكلام من ده، ايه اللي حصل فيها؟ حاليا بيتم عمل منطقة جديدة جنب مطار الملك خالد في شمال الرياض. المنطقة دي هتبقى لوجستية واقتصادية، وتقريبا اول حد وقع ان هو يعمل بتاع المقر الرئيسي بتاعه هنا في الشرق الاوسط. ابل عملت المقر بتاعها في الشرق الاوسط هنا، وتقريبا خدوا المكان اللي هو في شمال الرياض ده. فالموضوع بتتكلم في من 3 ل 5 سنين الدنيا هنا هتبقى مختلفة تماما في موضوع المشاريع الاقتصادية، ودي حتة مهمة جدا يعني. زي ما قلت انه في كذا مشروع بيتعمل على تغيير شكل المدينة وشكل التجارة اللي هتكون فيها فيما بعد. عشان كده ممكن موضوع المترو وموضوع الباص لو هو دلوقتي مش هيكون عليه إقبال، أو الموضوع هيكون يعني استخدامه خفيف، هو لسه ما اشتغلش، فاحنا لسه مش عارفين أصلا استخدامه هيكون عامل إزاي. لكن أنا واحد من الناس عادي هركبه لو هو، خلينا نكون فير برضه، لو هو سعره مناسب. لأن هو لو طلع سعره أغلى من إن أنا اركب ليموزين او اركب عربيتي، الموضوع هيكون لسه فيه تفكير. بس هو لسه اصلا ما اتقالش سعر التذكره بتاعته هتبقى عامله ازاي، وهتبقى شامله ايه. يعني هل تبقى مثلا تذكره يوميه مثلا زي بره مثلا في اوروبا، ولا تذكره هتبقى بالرحله زي مصر، ولا تذكره هتشمل المترو والمترو باص فوق. لأنه في باصات تتبع المترو غير الباصات العادية. الباصات العادية اللي هي النقل دوت ليه تيكت لوحده اللي هو ب3 ريال، بتشحن عن طريق الكارت. وفي المترو وفي المترو باص اللي هو الباصات اللي بتوصل من محطة لمحطة. عشان لو محدش يعرف المسارات اللي موجودة مثلا على طريق الملك عبد العزيز وشارع 60، المسار ده اللي هو ما بين محطة ومحطة، ناس عايزة تركب المترو بس محطة بعيدة، فهو يعمل ايه؟ فخلك عمل لك المترو باص اللي هو يتحرك ما بين كل محطة ومحطة. فانت هتروح عند المحطة بتاعة الباص تركبها لغاية ما توصلك عند محطة مترو، فتنزل تحت اندر جراوند او تطلع فوق لو هي معلقة. فالمشاريع اللي هي هتتعمل فيما بعد اللي هي مثلا حديقة الملك سلمان والقدية، طبعا البوليفارد الأول كانت تتبع الموسم، دلوقتي خلاص انتقلت من اللي هو تقريبا كان تقاطع دايري مع الملك فهد، ودلوقتي بقت راحت في أقصى الشمال في الرياض. فهي بقى منطقة ثابتة ما لهاش علاقة بالموسم، تقدر تزورها في أي وقت من السنة. الحاجات دي هتغير شكل المدينة فيما بعد، وعشان كده بقول لك جودة الحياة لازم تكون مختلفة عشان تقدر توازن أو تقابل المشاريع اللي بتتعمل. طبعا انتشار كاميرات، في واحد بيلعب بدباب تحت الشباك مع ان انا ساكن فوق جدا، يعني ساكن في الدور السادس. فانتشار كاميرات المرور وكاميرات السلامة وكاميرات المخالفات، الموضوع دوت ظريف جدا. وعايز اقول لك بصراحة هو مختلف جدا عن مصر، بالرغم من ان نفس الكاميرات اللي موجودة هنا هي موجودة في مصر، الا ان الكاميرا هنا عمرها ما غلطت. بصراحة دايما انا بلبس اسود، بلبس رمادي، نفس لون الحزام، وعمري ما اتلقطت. انما في مصر ما اعرفش، ناس كتير جدا بتشتكي انه هي لابس رمادي، لابس بتاع دوت اسود، فبيطلقت لو هو نفس لون الحزام. فبص تلاقي الناس عاملة حاجة مريبة جدا، تبص تلاقي عيني عامل كده على القميص بتاعه وحاطط ورقة تحت الحزام عشان يبين ان هو لابس الحزام. فدي جت منين؟ جت من ان كانوا ذكروا قبل كده في المرور ان بعد ما انت بتتصور الصورة دي بتعدي على 3 جهات يشيكوا على مدى صحة المخالفة وهل انت تستحقها ولا لا. في جهة كانوا جايبين مجموعة كبيرة من السيدات أو من البنات أو من النسات، كانوا قاعدين في وحدة بيراجعوا كل الناس اللي اتصورت وبيراجعوا المخالفات. فهل أنت فعلا كنت رابط الحزام ولا لا؟ هل كنت بتتكلم في تليفون ولا لا؟ هل مش عارف ايه ولا لا؟ فلما تعدي على 3 أشخاص يعرف إن أنت يعني أكيد هم هيبصوا كويس، لغاية ما بترجع بتظهر لك على أبشر أو على يعني إقامتك. فحتى لو أنت ممكن بعد ما تظهر أنت تتظلم. وكان في مرة من ضمن النكت واحد كان بيقول التظلم بتاعه هم كانوا مدينه مخالفة ان هو كان بيتكلم في الموبايل. هو ما كانش بيتكلم في الموبايل، هو كان بياكل. فهو قال الاعتراض على المخالفة شاورما، فهم قالوا له يعني ايه شاورما؟ قال لهم انا ما كنتش بتكلم في الموبايل، انا كنت باكل. فقالوا له طيب ماشي، مخالفة الموبايل 150 ريال، الاكل اثناء القيادة مخالفة 150 ريال. فخد مخالفة برضه، لانه ممنوع ان انت تاكل وانت بتسوق او تشرب وانت بتسوق. كل المشتتات اللي انت ممكن تخلي ذهنك يبعد او عينيك تبعد عن العربية او القيادة هي بتعتبر مخالفة. انتشار كاميرات المراقبة والسلامة المرورية والمخالفات، الحاجات دي برضو رفع من جودة الحياة. فعن تجربة، نسيت اقول عن تجربة النهاردة شوية كده.
عن تجربه الحاجات دي فعلا قللت بنسبه كبيره جدا من الحوادث. وطبعا موضوع الكاميرات ريح ناس كتير جدا، والاشارات الرقميه. يعني احنا بنطالب بعوده البتاع العداد الرقمي يا جماعه في الاشارات. العداد ده كان بيخليك كده ايه مرتاح نفسيا، لا انت قادر تدوس بنزين وتجري على الاشاره، ولا انت بتفرمل على اخر لحظه، فاهم يعني اللي هو يعني مش عايز تعمل كده، فانت شايف ومرتاح وبتدوس بنزين سنه على الديجيتس اللي هي ظاهره فوق دي. هي لسه موجوده في بعض الاماكن، لكن في اماكن كتير باظت فما اتصلحتش فما جددوهاش. احنا بنطالب بتجديد البتاع دي، هي جميله جدا وبتقلل جدا من نسبه الحوادث اللي عند الاشاره اللي هي يوم خبطك. كانت بتقلل جدا الموضوع ده. نرجع تاني في عن تجربه، انا متابع طبعا صفحات السوشيال ميديا اللي هي بتاعت وزاره الصحه ووزاره الداخليه والمرور. بصراحه في مجهود حلو قوي بيتعمل لرفع الوعي، والجميل ان هو بلغات مختلفه، بينزل بالعربي، بينزل بالانجليزي، بينزل بالاردو او بالكيرلا اللي هي اكتر لغتين الهنود والباكستان والجاليات بتاعت شرق اسيا بيتكلموها، في البوستات اللي هي انفوجرافيك او بتاع دوت فيديوهات كمان يعني. فهو دايما بينزلك اللي هو المخالفه ما تعملهاش، سواء كانت مروريه او كانت صحه والسلامه او كانت تبع الدفاع المدني او غيره. فيعني عن تجربه الحاجات دي بصراحه بيتعمل فيها مجهود كويس على قنوات السوشيال ميديا. من ضمن الحاجات اللي بقت مريحه جدا في موضوع ان انت تشتري اونلاين من منصات داخل السعوديه، عملوا حاجه بصراحه ظريفه جدا. ربطوا غالبيه المواقع اللي هي ملهاش منفذ تجاري، ولا اسمها ايه، ملهاش حساب تجاري او ملهاش حساب بنكي مباشر زي مثلا نون او امازون بتدفع عليهم مباشر. ففي منصات تانية اختارت، زي ما انت مثلا تقريبا انا متذكر، زي ما انت ممكن تختار شوبيفاي ان هو يشتري لك ويحاسب لك، او باي بال او كده، فتعمل حاجه اسمها سله. الموضوع دوت بقى مريح ليك نفسيا جدا. لو انت في موقع قلقان منه وداخل تشتري، اثناء عمليه الدفع بيحولك على سله وبتظهر لك الرساله باسم سله. انا اول ما بشوف سله برتاح نفسيا ان هو الموضوع ما فيهوش نصب او الموقع جديد ولسه مش معروف، وما تخافش طالما يتبع سله يبقى خلاص الموضوع امان، لان سله تتبع تقريبا الحكومه، او يعني او هي يعني اللي هو عارف انت القطاع العام القطاع الخاص دوت، اللي هو القطاع العام اللي هو جزء منه حكومي وجزء منه او منه اسهم حكوميه واسهم خاصه، حاجه كده. ده تقريبا تعريف القطاع العام عندنا في مصر، ما اعرفش هنا ممكن يكون ليه تعريف تاني، لكن اللي هو ايه، ليه نسبه اسهم من تبع الحكومه ونسبه اسهم شركه خاصه، حاجه كده يعني. المهم مش ده موضوعنا، بس الموضوع ان هو عن تجربه اول ما تلاقي كلمه سله ظهرت لك طمن ما تقلقش. طبعا مش هنتكلم عن موضوع تحصيل الكهرباء والميه والحاجات دي، بقت الكترونيه تماما، وده طبعا جوه شغلي بالظبط. تحصيل الميه دلوقتي بقت عداد الكتروني، عربيه بتعدي ممكن تكون شفتها وممكن ما تكونش شفتها، لان هي ممكن تكون بتعدي وانت في الدوام فمش هتشوفها. انت بتلاقي عربيه سيدان صغيره عليها اكسس بوينت بتعدي على البيوت وتلقط باشاره الواي فاي يعني، او الاثير لسه متعلمها جديده، كنت اول مره اعرف ان الاثير ده اللي هو بس اشاره يعني. دايما كنت يعني احنا جيل اسمها ايه متفرنج، لا من اولاد الفرنجه، تعليم اولاد الفرنجه. فالمهم الاثير اللي هو البث تمام كده، او الاشاره اللي هي مبثوثه دي ممكن تكون اكله، مش عارف، والله صح اكله. فالمهم الاثير دوت العربيه بتعدي بالاكسس بوينت عبر الواي فاي، بتلقط كل العدادات وتسجل رقمها وبتسجل الاستهلاك. فالموضوع هنا بقى متطور جدا. طبعا مش عايز اقول لك انه عن تجربه سرعه استجابه المنصات رهيبه في الشكاوى. ممكن اختم بالجزء ده او لا لسه في حته تانية، موقف حلو بعد الموضوع دوت. طبعا نقول النقطه اللي قبل دي ونرجع للنقطه اللي بعد دي. موضوع الامان بقى، الامان هنا مش انا اللي هحكي عنه. بنت أوروبية كانت بتجري في التحلية، بتاخد كده اليوم الصباحي بتاعها في الجري، فصحابها بيقولوا لها، ده هي اللي بتحكي، موجودة على الانستجرام تقريبا أو على يوتيوب مش فاكر، شفت الفيديو، فبيقولوا لها أنت إزاي بتجري بالنهار كده ومش خايفة وبتاع، ممكن الناس تطلع تعمل فيكي وبتسوي فيكي. قالت لهم أنا عشت مش عارف 20 سنة مثلا في أمريكا، بخاف انزل اجري في عز الظهر والشارع زحمه وكلام من ده. انا هنا بنزل الفجر او بعد الفجر يعني بعد ما الشمس تطلع، عمري ما حسيت بقلق نهائيا. طبعا ده مش كلامي، ده كلام البنت الاوروبيه. موقف تاني كان حصل مع شاب في عسير او في ابها تقريبا، كان هو
هو تقريبا مندوب ومعاه حاجات بتاعه موبايلات، وتوقف عسكري وقفه على الطريق عشان يسأله يعني عن رخصه والرخصة والاستمارة وكده. وبعد كده هو قال لك انه حصل معاه الموقف وقعد يعيط يعني. بصراحة هو الموقف كان جميل يعني عن الأمان. العسكري وقفه فشاف الورق بتاعه فلقاه مظبوط سليم، فبيقول له انت رايح فين، جاي منين، ايه اللي معاك؟ فقال له دي بضاعة بتاعت موبايلات ومش عارف ايه وبتاع. الموقف موجود وتعمل ترافيك عالي جدا. فالمهم قال له طب انا محتاج كابل شاحن من الحاجات اللي معاك وتقريبا كفر للتليفون بتاعه. فالمهم اداهم له، وهو يعني قال له خلاص يعني مش عايز الفلوس وبتاع. فالعسكري رفض، قال له لا طبعا لازم تاخد فلوسك قبل ما تمشي، وما تحركش السيارة الا لما يوصل لك التحويل. فالشاب هو اللي بيحكي اصلا كان مبسوط جدا، وكان يعني طبعا هو يعني بكى في الفيديو. بصراحة هو موقف حلو جدا. هو ما كانش عايز منه حاجة غير ان هو يطمن على ان اوراقه سليمة وحاجته سليمة، وخد منه البتاع واداله البتاع ده الفلوس قبل ما يمشي. التحويل وصل له، قال لك انا كنت حاسس بالامان جدا يعني، ما كنتش حاسس ان هو عايز يعمل معايا حاجة او يضايقني او يعمل اي حاجة عشان ياخد الحاجة. الموقف كان جميل. فمش انا اللي هقول لك عن تجربة الامان في السعودية عامل ازاي، ناس هي اللي جربت وقالت. انا بالنسبة لي يعني مش عايز اقول لك عشان شهادتي ما تبقاش مجروحة، لكن انا اتعرضت للموقف هنا كتير جدا. الموضوع فيها كان جميل جدا. الاحترام بتاع القانون عن تجربة، احترامك للقانون والنظام بيخليك مش عرضة للمشاكل يعني. بس مش بس هيقول لك ايه، هو بيبعدك عن المشاكل. احترام النظام والقانون، اول ما تعرف السلام عليكم محتاجين ايه كذا، خلاص روح هات وتعال. لا بتخش نفسك في مشاكل ولا وجع دماغ ولا تعمل دوشه ولا في اي حاجه بقى، سواء كنت في محل عادي او في جهه حكوميه او جهه رسميه او جهه تتبع لشغلك او كده. مفيش السلام عليكم عايز اعمل دي، لا ما تنفعش تعمل الا بكذا، هات كذا وتعالى، او خش اتفضل هتعملها عادي جدا. فاحترام النظام والقانون من الحاجات المهمه جدا جدا. الموقف بتاع الشكاوى بقى مش هنقول اسمه، بس هنقول ايه هو بتاع ايه. مطعم بيقدم وجبات يعني نوع من الوجبات، مش هنقول ايه النوع عشان لا اول ما اقولها هيتعرف يعني. المهم المطعم ده كان عامل مسابقه على فيسبوك، وطبعا فيسبوك هي منصة المصريين والأردنيين والفلسطينيين، من أشهر الثلاث مستخدمين مسيطرين على الفيسبوك. زي مثلا تويتر في السعودية وسناب شات مفيش يعني، هو ترند رقم 1 مثلا في الشرق الأوسط السعودية سناب شات وتويتر. في مصر الفيسبوك والأردن وفلسطين تقريبا يعني. المهم اللي كان ماسك التسويق للمطعم ده وعمل المسابقة على الفيس غالبا ما يعرفش ان المصريين نايمين ومبيتين على الفيس، تمام؟ فالمهم المسابقة نزلت ان هو ايه، اللي يعرف يجيب 20 شير و50 لايك على البوست هياخد 15 وجبة هدية من المطعم. طبعا 20 شير دوت و50 لايك احنا بنجيبهم في بوستات بتاعتنا العادية، وده رقم قليل جدا 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 على الفيس. لازم سقف طموحاتك يبقى اعلى من كده، 5000 شير، 10000 لايك، حاجات كده. وبرضو الارقام دي دلوقتي بقت يعني نقدر نجيبها في حكاية المسابقات يعني، والمصريين بيحبوا يوجبوا جدا. فالمهم ايه، واحد صاحبي بعت لي المسابقة وهو بيضحك، فقلت له اعملها انت مش هنعملها احنا الاثنين، تمام كده؟ هو معايا هنا في الرياض. فالمهم هو عمل المسابقة وتقريبا مش عارف هو كانوا عايزين 10 شير و20 لايك حاجة كده، تقريبا جاب مش عارف 300 شير و500 لايك او 700 لايك كده في 3-4 ساعات يعني. الموضوع ما كانش ايه همتكم يا رجاله معانا، طق كل الناس دخلت عملت الايه البتاع. المهم هو قال لك ايه، لما تعمل كده خد سكرين شوت للبوست وابعته لنا مسج على صفحه المطعم وتعالى خد الوجبات بتاعتك. طبعا اللي كان ماسك الماركتنج عندهم ما يعرفش ان المصريين هيهجموا هجوم على المسابقه لمجرد لمجرد ان هو تحدي سهل يعني، مش الموضوع لانه احنا اتورطنا بعد كده. عايز اقول لك المهم فجبنا البتاع المسابقه وحققنا الشروط وبعتنا الايه المسج للصفحه. بعد كام ساعه 3-4 ساعات الصفحه تقريبا انفجرت من الرسائل بتاعتهم من كتر ما الناس حققت الشروط، فيعملوا ايه، مسحوا المسابقه. فالمهم الواد اتصل بيا قال لي راحت علينا الايه الوجبات. الوجبات كانت تقيله يعني. المهم يعني فالمهم قال لي راحت علينا الوجبات وبتاع، دول مسحوا المسابقه من على الصفحه. فقلت له بس اثبت هم مسحوا المسابقه احنا مش هنسكت. فقال لي هنعمل ايه؟ قلت له تعال نخش على الكلام ده، كنا قاعدين بالليل اصلا وبنهزر، وهو قال لي يا عم كبر دماغك. فانا قلت له لا تعالى نشوف هيعملوا ايه. المهم دخلنا على حساب وزاره التجاره على تويتر، السلام عليكم المطعم الفلاني كان عامل مسابقه واحنا كسبنا فيها
وبعد ما كسبنا هم مسحوا الايه المسابقه. اتاري ناس كتير جدا دخلت اشتكت زينا. بص عايز اقول لك احنا بعتنا الشكوى نص ساعه بالظبط ولقينا الو ايوه استاذ احمد حضرتك عايز تستلم الوجبات من انهي فرع كده اهو. كانت الموضوع كان بص احنا قاعدين اصلا بالليل وقاعدين بنتفرج على التلفزيون والموضوع جه واحنا ميتين روحنا من الضحك. ايه ده بيقول لي الحق دول ردوا بجد وبتاع. المطعم اتصل بيه على التليفون قال له تعالى استلم الوجبات بتاعتك. فقال له طب احنا مش فاضيين النهارده نيجي نستلمها، هنيجي نستلمها بكره، نروح بكره مثلا على العصر نستلمها. المهم رحنا المطعم اخترنا الفرع اخترنا التوقيت لانه طبعا قال له معلش الموضوع ايه لازم تختار الفرع والتوقيت عشان ناس كتير جدا كسبت في المسابقه وبتاع كده تقريبا كانوا عايزين يدعوا علينا يعني. المهم رحنا بالعربيه والوجبات كتير 15 وجبه واحنا 2 والوجبه كانت كامله بصراحه يعني كل حاجه معاها كانت يعني سلطاتها ورزها وعيشها وكل شيء. فالمهم احنا ايه يعني اول وجبتين 3 بناخدهم في الاكياس بنحطهم في العربيه تمام 4 5 6 7 10 11 قلت له يا نهار ابيض مش نافع والحاجات تتحط على بعضها تبوظ. فتحنا شنطه العربيه حطينا في الارضيه وقفنا كده قدام العربيه احنا الاثنين هنعمل ايه بالوجبات دي كلها. حد ماشي في الشارع نديله اتصلنا مثلا ب3 4 اصحابنا يجوا تعالوا يا جدعان اتغدوا معانا. وفضلت الوجبات تقريبا في الثلاجه بتاع 3 4 ايام على ما خلصناها ونتصل بناس مش احنا بس اللي خلصناها. او قعدت مثلا اسبوع واكتر. احنا فرقنا في الشارع واحنا ماشيين طبعا كنا ماشيين عصر فكانش في حد يعني لو عامل ولا حاجه كده وناس جت اتعشت معانا وبتاع. فالشاهد من القصه عشان ما تكونش سرحت مع القصه. الشاهد ان الاستجابه للشكوى كانت سريعة جدا بصراحة. دي كانت ممكن تكون نكتة أو الموضوع كان مسابقة. لكن في مرة كانت في مشكلة حقيقية كانت مع متجر هنا كبير وتورط في عدد ضخم جدا من الأجهزة الإلكترونية. والموضوع بصراحة أنا قلت لصاحبي يعني بلاش يعني الحوار كبير جدا وضخم جدا وهيتسبب لهم في خسارة مثلا بتتكلم خسارة المطعم ده مثلا ممكن ما تجيبش مثلا 50,000 ريال بصراحة يعني أعتقد. مثلا المتجر دوت كان متجر للأجهزة الإلكترونية وأنا حسبت الكلام اللي قالوه وزارة التجارة ان هم جالهم 10,000 بلاغ في ربع ساعة. اتعمل 10,000 اوردر في ربع ساعة غلطة من حد على موقع المتجر ده. ممكن بحكيها لكم في بداية الحلقة اللي جاية عشان انا طولت جدا وصلت النص ساعة. المهم يا رب كل الحلقة تكون عجبتكم وما تسهوش مني دايما عشان موضوع التطويل وكده. وان شاء الله قريب هنستضيف حد تاني طالما انتم الناس يعني الاستضافة يعني حاجة حلوة وعجبتكم نستضيف حد تاني ان شاء الله في الحلقات الجاية. تنساش لايك شير سبسكرايب وسيب لي اي تعليق او سيب لي اي مقترح لموضوع عايزني اتكلم فيه. غالبا الجو حر في السويت شيرت ده خلاص مش هينفع نظهر بيه تاني لان انا قاعد حران شويه مش قوي لكن خلاص نحاول بقى ايه نشوف لنا حاجات صيفي المره الجايه. شكرا لكم. كان معاكم محمد سمير من قناه محمد سمير في سلسله حلقات عن تجربه عن حياتي في السعوديه. شكرا سلام.